باختصار كده الجرامر مهم ومش مهم، وانا هنا مش هتعصب برأيي، انا هقول لك رأيي احطهم على الترابيزه وانت احكم بعقلك. رقم واحد، الجرامر مش مهم. بيدلني في ناس كتيره قوي ما فتحوش ولا فيديو تعليمي واحد على يوتيوب ومع ذلك بيتكلموا لب ما شاء الله. يعني هتلاقي الناس دي عندها حاجات مشتركه، مدارس وجامعات لغات، ليل نهار انجليزي، في بيئه بيتكلموا انجليزي بيستخدموا مصطلحات معظم الوقت، سواء عايشين جوه مصر او في دوله تانية، افلام ومسلسلات، بيفتحوا فيديوهات معينه وتشالنجز على يوتيوب وتيك توك مش بهدف تعلم الانجليزي لكن بيسمعوا الاجانب. من الاخر كده تفاصيل يومهم فيها انجليزي. حاجه بقى دلوقتي ليك انت مش شرط تكون زيهم كلهم، انت في اسره معيشاك الحمد لله على قد الحال، اسره مش بتسافر، باقة النت بتخلص فمش بتتفرج على افلام ولا مسلسلات ولا فيديوهات ولا حتى بتفتح ديسكورد ولا جيمنج ولا ستريمرز ولا اي حاجه، ولو عايز تعرف او تتعلم حاجه بتجري على طول على صانع المحتوى العربي. دراستك غالبا كانت في مدارس وجامعات حكوميه، فبدل ما نبص للناس دي بصه وحشه وممكن نحقد عليهم ونتضايق ان احنا ما عشناش عيشتهم، نشوف الطريقه التانيه. وقبل ما اخش على الطريقه التانيه خليني اقول لك، لو انت شخص مش بتتفرج على افلام ولا بتسمع اغاني ما تكسرش الخط الاحمر ده عشان تتعلم اللغه. انا نفسي ما اتعلمتش انجليزي ولا من افلام ولا مسلسلات ولا اغاني ولا حتى بحب الجيمنج ولا كنت في مدرسه لغات ولا سافرت بره. الطريقه الثانيه اللي بتقول لك الجرامر مهم، الجرامر مهم لو انت مش اي حد من الحاجات اللي فوق دي، ولا بتسافر ولا في لغات واتكلمنا عن النقط دي كلها، او انت شخص بتحب تعرف ليه هي جت ليه كده، طب ليه كده مش كده. بس لحظه، مش مهم تعرف كل تفصيله في الجرامر، الجرامر ده حرفيا عالم كبير جدا. مهم بس انك تعرف الازمنه، تعرف تفرق ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. وهقول لك ليه الثلاثه دول مهمين جدا. لو انت مثلا في انترفيو قلت انا بدرس في كليه تجاره بدل ما تقول انا درست في كليه تجاره ما بين قوسين اتخرجت، ممكن تطير منك شغلانه. الانترفيو بيكون غالبا من الانجليزي، فلو حولنا الكلام العربي ده الانجليزي هتقول I study commerce in Cairo University. شوف الفرق ما بين دي و I studied commerce in Cairo University، مجرد 3 حروف طيروا منك شغلانه. وفي الاخير اي حد يقدر يتكلم انجليزي وفي يوم واحد بس، حتى لو هو صفر ما يعرفش اي حاجه عن الانجليزي، بس لازم شرطين، انك تتعلم صح وتكون مجتهد. وما تنساش ده تحدي وعايزك تتكلم.